صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ عبير. ولادي طلبوا مني اجيب لهم اكل من كنتاكي، عايزين وجبة يعني من بره. فقلت ليه انا اجيب من بره، ويعني انتوا زي ما انتوا عارفين الاسعار غالية جدا بره، فانا قلت اجيب ايه، صدرين فرخة زي دي واعمل لهم ايه، ستريبس. هم كانوا طالبين عايزين ستريبس، يعني عايزين يجيبوه من بره. فانا قلت اعملهم في البيت، اعملهم بطريقه سهله جدا وبسيطه. جبت طبعا ايه، صدر فرخه زي ما انتم شايفين كده متقسم نصين. قلت طب هعمل معاهم ايه، فقلت اعمل حبه محشي. قلنا بقى نعمل بتنجان، فلفل، ورق عنب اللي مخزناه. طبعا خلطه المحشي زي ما انتم عارفين، طماطم متسبكه، خضره، بصل وتوم وفلفل بقى احمر واخضر اللي انت عاوزاه، مفيش مشكله. طبعا بقى عندنا البهارات بقى، كمون وملح وفلفل اسمر وبابريكا وكزبره. وطبعا الاهم من ده كله النعناع. انا عندي المحشي اساسه النعناع. اول حاجه هنعملها اللي هتاخد وقت شويه اللي هو الايه، الستريبس. هنقطعه وهوريكم تقطعوه ازاي، ونعمل التتبيله بتاعته زي اللي بيجيبيه من بره واحلى كمان. طبعا انت حاجه واثقه فيها، طبعا الفرخه مذبوحه قدامك. فتعالوا نخش بقى الاول على ايه، على الستريبس. نحضر له يعني نقطعه ونحضر له التتبيله بتاعته، بعد كده نخش على المحشي. طبعا المحشي عملته معاكم قبل كده كتير، بس هعمله لكم النهارده بطريقه جميله جدا ومختلفه عن كنت اللي بعمله. بجد هتقولوا ما كناش محشي قبل كده. تعالوا بقى نقطع الستريبس الاول. هنا بقى جبنا البلانشه بتاعتنا كده، وهنجيب ايه، قطعه اللي هو الصدر. صدرين. شوف انت بتجيبيه بكام من بره، انت هتعمليه باقل التكاليف النهارده. يعني انا بجيب الفرخه، باخد الصدر اعمله زي ما انتم شايفين كده بانيه، اعمله ستريبس، والوراك بعملها في يوم تاني. يعني لازم نمشي نفسنا وندبر نفسنا. الست الشاطره هي اللي تقدر تدبر ايه نفسها. انا ايه، ناخد الحته اللي بتبقى في الجنب دي، اسمها ايه، السمانه دي ولا ايه. هنقطعها بصوا بالشكل ده كده اهو، الستريبس بالشكل ده كده. وهنجيب بقى ايه القطعه دي ونقطع بقى ايه زي الصوابع كده اهو. اهم حاجه ما تكونش تخينه قوي عشان خاطر، ولا رفيعه قوي عشان خاطر تستوي مني. هنشوف الكميه بتاعتنا قد ايه. دي حاسه انها عريضه شويه، هنقطعها نصين برضو. بس خلي بالكم بقى من السكينه، لحسن السكينه دي ايه، حاميه جدا اهو. هنقطعها كلها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، ونقول ايه، بسم الله، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كثرة الصلاة على النبي بتجيب الفرج. يعني الواحد لو في ضيق او مخنوق، يعني اقعدي صلي، هاتي السبحه كده وسبحي واستغفري ربنا وصلي على الرسول كتير. هتلاقي اي حاجه انت متضايقه منها او مخنوقه منها ربنا بيفكها على طول، وعن تجربه والله الحمد لله. هنقطع كده الستريبس كده بالشكل ده كده. لو في اي حاجه بنشيلها كده اهوت. شايفين الصدر يعمل لك كام وجبه. حاسه دي تخينه برضه عشان تستوي معانا كده اهو. اهو شايفين الصدر الواحد طلع لنا كام قطعه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. نجيب الصدر التاني بقى، ونرمي بس الايه، الطبق ده، وهنقطعه برضو زي ما قطعنا ايه الصدر الاولاني كده اهو. كده اهوت. نقطعها بس زي الصوابع كده. خلاص كده قطعنا الستريبس زي ما انتم شايفين كده. القطع اللي انتم شايفينها دي هنشطفهم شطفه جامده جدا، ونعصر عليهم ليمونه، وبعد كده نحضر ايه التتبيله. طبعا لو فيها حته دهن ولا حاجه بنشيلها بالشكل ده كده. بعد كده هنحضر التتبيله بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى ايه، غسلنا طبعا الستريبس كويس جدا وصفيناه. هنعمل بقى الكفر والتتبيله اللي هنحطه فيها. معانا ايه، معانا كوبايتين دقيق، معانا نص معلقه ملح، معانا كمان بابريكا نص معلقه، وكمان معانا ايه، بصل بودر بالشكل ده. بس هو ايه، مجمد شويه بس مش مشكله، هينزل معانا برضو.
تتبيله جميله جدا، روعه روعه روعه. معانا توم باودر نص معلقه برضو، وطبعا ايه بهارات فراخ نص معلقه، ونص معلقه ايه فلفل اسمر. هي دي التتبيله بتاعتنا. طبعا في نشا لسه، بس النشا مش هحطه ايه دلوقتي مع التتبيله بتاعتنا دي. نشيل بس الحاجات اللي حوالينا. معانا طبعا بيضه، هقول لكم هنحطها فين دلوقتي. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض. بس معلقه نقلب المكونات الجميله دي كلها مع بعض بالشكل ده كده. جميله 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 بجد، تتبيله حلوه قوي. اهو هنقلب كل ده كده شويه حلو كده. نشيل بقى الحاجات اللي حوالينا دي عشان نفضي بس لنفسنا شويه. وهنقلب كل المكونات دي كده، وهنقسمهم نصين، نص في البوله دي ونص ايه في البوله التانية اللي احنا هنحط فيها ايه الستريبس. هنجيب بقى حبه ميه من الحنفيه، بس نجيب مضرب الاول. هنجيب حبه ميه عاديه من حنفيه، بس انا ايه يعني هي بارده يعني في الكتل. نقلب المكونات دي كلها مع بعضها كده لغايه ما تتكون معانا عجينه، يعني مش زي بتاعه الكيكه، يعني اخف شويه. هنقلب كل ده مع بعض كده زي ما انتم شايفين كده. مش قادره اقول لكم الريحه بقى، الريحه خطيره. هنقلبهم كويس جدا، مش عايزين اي تكتلات في الدقيق كده اهوت. نزودها حبه ميه صغيرين واوريكم السمك اللي احنا عاوزينه اهو بالشكل ده كده. لو خفت معانا ولا حاجه هنتقلها بحبه دقيق، ونحط لها معلقه دقيق كمان، ونضرب كويس جدا بالشكل ده كده. يا رب كل حاجه تكون واضحه قدامكم. وبعدين هننزل بالبيضه بتاعتنا. هي بيضه واحده، طبعا البيض غالي وانتوا زي ما انتوا عارفين وكده. هنحط بيضه واحده، ولو ما عندكيش بيض برده مفيش مشكله، الوصفه برده ايه هتنجح ان شاء الله. هنقلب بقى كل ده مع بعضه كده. ضربنا كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، زي ما قلت لكم مش عايزه اي تكتلات كده اهوت. هنجيب بقى الستريبس بتاعنا، بس ندوق الحدق الاول. لا مظبوط. هنجيب بقى الستريبس ونحطه جوه. جبنا بقى الستريبس بتاعنا زي ما قلت لكم، غسلناه غسله كويسه جدا وصفيناه. هنحط بقى ايه في التتبيله الروعه دي. هنسيبها حوالي ساعه ساعتين زي ما تكون، يعني ممكن تكون من بالليل للصبح، بس انا طبعا انا مستعجله، فانا ايه عباره ما اخلص المحشي هكون ايه هو قاعد في التتبيله مده كويسه جدا، يعني ساعه ساعتين على ما نخلص المحشي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر بجد والله. يعني شوفوا صدرين طلعوا كميه قد ايه. خلاص كده هنجيب بقى المعلقه بتاعتنا وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض بالشكل الجميل ده كده كده اهوت. وهنسيبهم زي ما قلت لكم بقى ساعتين 3 زي ما يكون كده اهو. نغطيهم بقى في استريتش بطاقه باي حاجه. بعد كده بقى ايه تعالوا بقى نعمل المحشي بطريقه جميله 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 بجد والله هتعجبكم جدا. نغطيه بقى ونركنه في ركن. هنا ايه بعد ما طبعا ما تبلنا الستريبس وسيبناه زي ما قلت لكم ساعتين 3 زي ما يكون، هنعمل الخلطه الجباره اللي هتودي المحشي في حته تانية خالص. اول حاجه معانا زي ما قلت لكم بقى ايه خضره، شبت، بقدونس، كزبره، فلفل الوان احمر اخضر اللي الموجود عندك حطيه. طبعا معانا طماطمايه، معانا ايه بصلايه حلوه كبيره، ومعانا توم. هنفرم كل الحاجات دي كلها مع بعض بالشكل ده كده. طبعا في صلصه هنعمل بيها المحشي، بس يعني الخلطه دي جميله جدا. نحط الخضره برضو، وهنضرب كل المكونات دي كلها مع بعض في الكبه بتاعتنا الجميله دي الصغنونه. بس الكبه شكلها كده مش هتاخد كل المكونات، فانا ايه هضرب حبه حبه. واو نضربها كويس جدا. الطماطميه طبعا هتساعد ان احنا ايه
تتضرب بسرعه. هنحط بقيه المكونات اهي، هبطت اهي خالص. هنحط بقى بقيه البصل والخضره كده اهوت بالشكل ده كده. وهنكمل ضرب ايه، ننزل بس الحاجات دي عشان تضرب كويس مع بعضها، المكونات كلها ننزلها، وهنضرب بقى ضربه حلوه كده مبرحه كده لغايه اما ينعم معانا. معلش بقى الصوت، هفصل وبشغل تاني. زي ما انتم شايفين كده ضربنا الخلطه بتاعتنا، مش قادره اقول لكم الريحه روعه روعه روعه. ولسه بقى ما تحط عليها بقيه التوابل والحاجات الجميله احنا بنحطها. هنجيب بقى الرز نغسله غسله حلوه جدا، وبعدين نحضر بقى كل حاجات المحشي. تعالوا بقى نعمل ايه. طبعا غسلنا الرز زي ما انتم شايفين، نعمل خلطه المحشي. جبنا كيلو رز، حطي الكميه اللي انت عاوزاها. طبعا انا معايا كيلو ونص بتنجان اسمر، بيبقى جميل جدا. انا كنتش بعمله، بس لما عملته في اسكندريه عجبني جدا. يعني الاسكندرانيه هم بيعشقوا البتنجان الاسود في المحشي. طبعا احنا عندنا ما بنعملش بيه، بس طعمه جميل جدا والله جربيه تحفه. نحط الخلطه بتاعتنا بقى الجباره دي كده. فين المعلقه؟ المعلقه اهي. هننزل بالخلطه بتاعتنا وشمي بقى، شمي الريحه يا كريمه، الريحه ايه يا كريمه. هننزلها بالشكل ده كده. انا بعمل المحشي بتاعي ني في ني، بيبقى طعمه جميل جدا وما بيحرقش المعده. هننزل بالشكل ده كده كل الخلطه بتاعتنا الجباره دي. وبعدين هننزل بالشبت بتاعنا والبقدونس والكزبره. دول خليتهم انا مخرطاهم كده غطا لوحدهم كده. وهنقلب بقى الخلطه الجميله دي مع بعضها كده. طبعا نحط الملح الاول. في بصل يعني ملح، نحط معلقه ملح كده ونظبط الملح بتاعنا. وهنقلب بقى الخلطه الجميله دي كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. طبعا اعمليها في حاجه واسعه عشان تعرفي تقلبي كويس جدا. لازم تغلفي الخلطه بالرز الاول قبل ما تحطي طماطم. عارفه الصينيه عملت تعمل صوت. طبعا بقى لو وصلتي في الفيديو لغايه كده ما تنسيش بقى اللايك والشير عشان الفيديو الكل يستفاد منه. يا ريت يعني اللايك اهم حاجه، لان هو اللي بيرفع الفيديو يا جماعه. بجد والله انا بشتغل على القناه بضمير، يعني الحمد لله. ما بغشش حد، يعني الحمد لله. يعني عندي مصداقيه في كل اللي بقوله بجد والله. فيا ريت يا جماعه اللي يتفرج على الفيديو ما ينساش بقى اللايك والشير، اهم حاجه. ان شاء الله القناه تكبر بيكم باذن الله. بس كده خلاص. هننزل بقى طبعا زي ما قلت لكم النعناع. انا طبعا النعناع ده جايباه ومن الشفاء. هنحط برده نص معلقه توم باودر. احنا حاطين توم بس مش مشكله. وبابريكا، طبعا بابريكا بتدي طعم جميل جدا، تعمل يعني تست عالي للمحشي. طبعا الملك بتاعنا النهارده الكمون عشان الغازات. نحط معلقه حلوه كده كبيره. وطبعا هنحط فلفل اسمر، ده اساسي عندنا. تاني كزبره. وهنحط معلقه كزبره حلوه كده محترمه. هي دي بهارات المحشي بتاعتي، انا بحب اعملها على ايدي، ما بجيبهاش من بره، بعمل كل حاجه لوحدها. وهنقلب بقى المكونات الجميله دي مع بعض كده. بجد والله المحشي عاوز يتاكل من غير ما يستوي من ريحه الخلطه بتاعته. ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا، عصير الطماطم كده اهوت. عشان تاخدي عصير طماطم حلو، تجيبي الطماطم تغسليها غسله حلوه وتقطعيها وتحطيها على البوتاجاز وشويه ميه.
تسلقيها يعني. وبعد كده لما تتسلق معاكي بتعصريها وتعمليها بالشكل الجميل ده. طبعا مش بتهضم معاكي، دي معلومه حلوه جدا. الطماطم لما بتتعصر من غير ما تتسلق بتهدر كتير جدا، يعني بتطلع تفل كتير. انما بصي دي ما بتطلعش حاجه. هنقلب بقى ايه الخلطه الخطيره الجباره دي مع بعض كده. النهارده هنعمل البوتاجاز. هنعمل المحشي هنسويه يعني ايه نص تسويه على البوتاجاز، والنص التاني في الفرن. يعني يا دوبك يتشرب بس واروح منزلاه في الفرن ياخد ايه طعم الفرن. عشان طبعا انتوا عارفين الانبوبه بتخلص وانا ما عنديش غاز، فادعوا لي كده ادخل الغاز بقى قريب كده ان شاء الله. اهو. نسينا طبعا نحط ايه، هنحط سمنه ونحط ايه زيت. هننزل بايه بمعلقتين سمنه حلوين كده اهو بالشكل ده كده. وهننزل برضو ايه بمعلقتين زيت. طبعا الزيت بيدي لمعه جميله للمحشي، بالذات ورق العنب. احنا هنعمل المحشي كله مع بعضه في صينيه واحده زي ما قلت لكم، مش هنحط في حلل ولا حاجه ولا طواجن، هنحطه في صينيه كده ونعمله زي ما قلت لكم كده. هو بالشكل ده كده. وبعدين ننزل بايه بمعلقتين زيت بس كده وشكرا. نقلب بقى ايه المكونات دي كلها مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وبعدين نجيب بقى الباذنجان والورق العنب ونحشيه. طبعا انا عارفه ان كلكم اساتذه في المحشي، بس ممكن يكون انا عندي معلومه انت ما تكونش عارفاها بقى واحب اوصلها لك. يعني هو قنوات الطبخ مبنيه على كده. عندك معلومه ان انا طبعا اول ما اخش مجال اليوتيوب انا طبعا بحب المطبخ جدا. كنت يعني ايه يعني في بعض معلومات كنت بتبقى ساقطه مني كده، بس لما دخلت بقى في العالم بتاع اليوتيوب بقى عندي خبره اكتر من الاول بكتير. طبعا انا الكل كان بيشكر في اكلي والكل بيقول لي بجد يا على طعمه اكلك. بس ما دخلت اليوتيوب بقى لقيت في حاجات بقى يعني ايه كانت ساقطه مني كده. اهو خلصنا بقى الخلطه بتاعتنا الجباره دي، خلطه المحشي. نجيب بقى البتنجان نغسله ونجيبه بقى نحشيه. اللي احنا بنعمل فيها المحشي زي ما انتم شايفين كده. معانا العنقود اللي هو بتاع ورق العنب هنحطه في القاع كده بالشكل ده كده، لان انا ما لقيتش طماطم عندي. وزي ما انتم عارفين بقى البصل غالي جدا، فما اقدرش احطه في قعر الصينيه، حرام. هو اي نعم بيدي طعم جميل جدا، بس يعني احنا بنعمل ايه قناتي شعارها ايه عايزين ايه ندبر ونوفر. فده مش هيقول لا طبعا. اهو ممكن نحط ورقتين ورق عنب بس، يعني هو ده حلو قوي كده. طبعا هنعمل اول حاجه نعملها البتنجان. انا بحب احشي البتنجان في الاول عشان خاطر لو الرز خلص ولا حاجه البتنجان ما يترميش مني. انما الورق العنب ممكن يعينه في الفريزر، انما البتنجان طبعا لو مادام غسلتيه لازم يتحشي. انا بحب اعمل بايديا زي ما انتم شايفين كده، ما بحبش البس جوانتات ولا جرافزات ولا اي حاجه عشان تحسي بالحاجه اللي انت بتعمليها. بتنجانه زي ما انتم شايفين جميله جدا اهو بالشكل ده كده. نحشي البتنجان بتاعنا زي ما قلت لكم، انتوا كلكم شاطرين وكلنا بنتعلم من بعضنا. نحشي بقى البتنجان كله بالطريقه دي كده. وبعد كده ايه نحشي ورق العنب عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا زي ما انتم شايفين كده خلصنا ايه المحشي بتنجان كله اهو. بس ملا الصينيه بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه. مش عارفه بقى اعمل ورق العنب معاه ولا ايه، لسه بفكر. هعمله معاه وخلاص يبقى عشان كله صينيه واحده في الفرن. هنعمل بقى ورق العنب ايه بنحطه على اليمه اللي هي الخشنه بتبقى من جوه، والناعمه هي اللي بتبقى من بره. ونحط حبه رز كده اهو في النص، ونجيب الورقه دي كده والورقه دي كده اهو، ونروح مقفلينها من الجناب عشان ما تنزلش رز معانا، واليمه دي كده اهو. ونروح لافين صابع المحشي الجميل بتاعنا كده اهو. طريقته سهله جدا وبسيطه. البنات اللي لسه بتتعلم بقى ورق العنب وبتزهق بقى عايزين نروحنا تبقى طويله شويه، هنجيب بقى ورقه تانية كده واعملها معاكم برضو. شويه رز في النص زي ما قلت لكم بالشكل ده كده اهو.
في ناس بتعمله زي الحجاب، بس انا بحب اعمل الطريقه بتاعتنا التقليديه العاديه دي، بتبقى سهله جدا وبسيطه اهي. الصابع معاكي ما يتفكش عمر. هنرص بقى ايه في الصينيه كده ايه عشوائي، مش هنرص بقى لان احنا حاطين البتنجان تحت. ايه، لو لقينا ورقه مقطعه ولا حاجه بنحط وراها ورقه، نحط فوقها ورقه يعني ايه سليمه اهو. برضو نفس الطريقه، حتى لو الورقه نص ورقه برضو هتعمليها بنفس الطريقه كده، ونلفها لفه عاديه جدا كده اهو زي ما انتم شايفين كده. هكمل بقى الكميه كلها بالشكل ده كده، ونرجع تاني نسقي الايه المحشي مع بعض، ونشوف بقى ايه مراحل التسويه بتاعته. الناس اللي بتشتكي من المحشي بتقولك ما بيستويش، بيطلع معجن، هنظبط الشوربه بتاعتنا النهارده ونشوف هنعمل ايه. خلص بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. المحشي زي ما انتم شايفين بجد والله شكله مش قادره اوصف لكم، جميل جدا. وطبعا ان شاء الله الطعم هيبقى احلى واحلى. طبعا معانا شوربه هنا فراخ هنسقي ايه بيها المحشي. وطبعا عشان ما عندناش غطا ينفع للصينيه المربعه هنغطيها بايه بورق فويل وورق زبده. طبعا ما ينفعش ورق الفويل لوحده عشان خاطر مضر للصحه، ايه نحط ورقه زبده الاول بعد كده ورقه الفويل فوقيه. هنسقي بقى المحشي بتاعنا عادي جدا اهو. اهم حاجه الشوربه بتاعتنا تكون حلوه وسمينه كده عشان تدي طعم حلو للمحشي، وتدي لمعه حلوه كمان. طبعا ورق العنب بيعوز شوربه اكتر من الكرنب طبعا، فاحنا هنزود شويه شوربه حلوين كده عشان يستووا معانا ايه ما يطلعش ني معانا. نحط كده بالشكل ده كده ايه نهز الصينيه بتاعتنا عشان خاطر ايه الشوربه تنزل في كل ايه حته في المحشي، عشان ما يبقاش فيه واحده مستويه وواحده لا. اهم حاجه تهزي ايه الحله او الصينيه اللي انت ايه بتسوي فيها. في ناس بتعمل وبتهز الصينيه طبعا بيطلع ني. طب ني من ايه اهو، نهزها هزه حلوه كده كده اهوت. خلاص كده كده الشوربه بتاعتنا تمام. هنجيب بقى ايه ورقه زبده وهنروح ايه حاطينها ايه على الصينيه بالشكل ده كده، وهنولع عليها البوتاجاز يا دوبك بس تتشرب كده، وبعد كده ننزلها في الفرن يعني تاخد ايه ريحه الفرن نفسها لا اكتر ولا اقل. هنحطها بقى على البوتاجاز زي ما قلت لكم، واول ما تخلص هوريها لكم، وبعد كده نروح نعمل ايه الاستريبس. الحلقه بتاعتنا النهارده مخصوص عشان خاطر الاستريبس مش عشان المحشي انا عملته معاكم اكتر من مره، فزي ما قلت لكم النهارده الحلقه بتاعتنا مخصوص عشان ايه الاستريبس. هنحط بقى ايه الورق الحراري ونغطيها ونحطها على البوتاجاز زي ما قلت لكم، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا بعد ما خلصنا طبعا علقنا على المحشي، احنا بنمشي بالاكل بالتدريج يعني حاجه حاجه. هنيجي ايه نحط معلقه نشا حلوه كده، دي اللي هتدينا القرمشه بتاعت الاستريبس اللي انت بتجيبها من بره. ما تكتريش زياده عن كده عشان ما يبقاش ناشف معاكي قوي. هنقلب بقى طبعا زي ما قلت احنا طبعا كنا عاملين الخلطه دي مع بعض. حطينا ايه دي الخلطه السايله نفس الخلطه دي دقيق وبهارات بقى لا فراخ وايه وفلفل اسمر، البهارات اللي احنا حطيناها كلها. ونسيت اقول حاجه، عايزين نحط مع نص معلقه كركم. نص معلقه الكركم دي مش ما فيش طعم ولا حاجه، بس هي هتدينا ايه الطعم اللي احنا بنجيبه من بره، اللون قصدي مش الطعم اللون. هنقلب كل المكونات دي مع بعض كده حلو جدا كده اهو زي ما انتم شايفين كده. نحط ربع معلقه تاني كده بس كده. الكركم طبعا زي ما انتم عارفين مفيد جدا. خلاص كده الخلطه بتاعتنا جاهزه بالستريبس والغلاف اللي بره معاها. هنعمل ايه دلوقتي بقى، نشيل المعلقه دي كده، نجيب بقى شوكه كده ونطلع بيها ايه الستريبس بتاعنا، وبعدين ننزل على الدقيق. عايز تحطي واحده واحده وممكن تحطيه في كيس، يعني تحطي الخلطه دي في كيس الدقيق، وبعد كده ايه ترجيها كده ويطلع معاكي برده حلو. بس انا ايه حبيت اوريكم كل حاجه قدامكم كده اهوت. لو عايزاها مقرمشه قوي احنا معلقين طبعا على الطاسه هنوطي عليها عشان ما يتحرقش معانا الستريبس.
احنا طبعا الستريبس ما ينفعش تعمليه وتحطيه في صينيه، هيطرى معاكي ومش هيبقى حلو. هتعملي ايه؟ تاخديه من الخلطه دي كده على طول على الطاسه على طول، يعني ما نحطوش ونرصه في صينيه زي ما هوريكم دلوقتي. اهو بصوا، عايزين الكشكشه اللي بتيجي تبقى جايه من بره اللي شكلها جميل دي، العيال بيحبوها كده اهو. واحنا عايزين الاكل من بره، ادي جبتكم الاكل اللي بره. بصي تلفيها كده اهو بايديكي، هتديكي نفس الشكل اللي بتجيبيه من بره اهو، بالشكل ده كده. هنروح بقى على الطاسه ونحط بقى الايه الستريبس بتاعنا. طبعا زي ما قلت لكم، طبعا لو عايزاها مقرمشه هنعمل ايه؟ هنحطها في الخلطه دي ونرجعها تاني، يعني نردها تاني. بس احنا ايه عايزينها ايه يعني حلوه كده، ما تبقاش ناشفه يعني. هننزل بقى بالستريبس بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، زي ما انا وريتكم. طريقه سهله جدا وبسيطه. انا ساكته اهو عشان ايه تركزوا معايا وانا بعمل. انا عايزه بس يعني مش عارفه اجيب الكاميرا كده، زي ما قلت لكم كده هنعملها كده نفس الطريقه، وننزلها ايه نفضها ونحطها ايه في الدقيق. اهم حاجه النار ما تبقاش عاليه عشان ايه الفراخ تستوي معايا، يعني متوسطه. نملى الطاسه بقى، وبعد كده نعمل ايه بقيه الكميه بنفس الشكل ده. زي ما انتم شايفين كده، نفضها برده وننزلها في ايه في الزيت. هنملى الطاسه بقى، وبعد كده نكمل ايه الستريبس بالطريقه دي. ننفض، وبعدين ايه زي ما انتم شايفين كده ونحط في الطاسه. هعمل الكميه بالشكل ده كده، وبعد كده هوريها لكم. كده خلاص بقى خد اللون الذهبي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بصور بايد وبقلب بايد زي ما انتم شايفين، جميل جميل جميل. وهنطلعه في ايه في مصفى زي دي، مش هنطلعه على ورق مناديل. ورق المناديل بالطري، احنا عايزين يبقى ايه يعني مقرمش بعض كده، حاجات بسيطه يعني. اه هنطلعه بقى ونحطه في الايه في الطاسه زي ما قلت لكم في المصفى. شايفين الكركم مدينه لون جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، جميل جدا. والريحه مش قادره اوصف لكم بقى الريحه يا كريمه. هنطلع بقى ده اتحمر كده عشان ما يتحرقش مننا. سامعين القرمشه؟ هنطلعه في المصفى زي ما قلت لكم، وبعد كده نحط بقيه الكميه مع تاني اللي احنا بنعملها اول باول. يعني نعمل اول باول، مش نعمل ونركن، لا. هنقلب بس كده. عشان يستوي من جميع الاتجاهات. هنطلع بقى بقيه الكميه، واول ما نطلع كلها الكميه كلها هوريها لكم بقى. ده بقى شكل الاكل بعد ما خلصناه. طبعا زيفين الستريبس شكله عامل ازاي، تحفه تحفه. شوف الكميه دي بقى هتجيبها بكام من بره بالشيء الفلاني. طبعا الحاجه غليت جدا. انا ولادي بيجيبوا الوجبه بتالي فيها قطعتين 3 بالكتير، ب100 جنيه واكتر من 100 جنيه. طب وليه؟ ده نص كيلو هيغرقك. طبعا المحشي بتاعنا بقى ايه، نقول بسم الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عشان ربنا يبارك في ايه في القوايه. شايفين الجمال بجد والله، مش قادره اوصف بقى الجمال. اقول ايه، الجمال عدى الوصف قليل. هنشيل بقى الورقه من عليه، وهنشوف بقى الستريبس بتاعنا شكله ايه، اخباره ايه بقى. هنجيب بقى طبق كده. طبعا ولادي واقفين ورا الكاميرا هيتجننوا، عايزين ياكلوا. هنشوف بقى الستريبس بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. يا رب الكاميرا تكون جايباه. جايباه. ماشي. هنروح بقى نقطع حته كده ونشوفها من جوه عامله ايه، استوى ولا لا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر بجد. واو، تحفه تحفه تحفه. شايفين الجمال، مستوي جدا من بره ومقرمش يعني مستوي من جوه ومقرمش من بره. بجد جميل جميل جميل، ملوش حل. طبعا بقى ايه، لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.